الرئيس الفرنسي أنه هناك خطوات متقدمة لإنشاء مصنع بيجو للسيارات في الجزائر، ويخرج علينا وزير التجارة ليقول أنه لا يملك أدنى معلومة. على ماذا يؤشر ذلك؟ بالفعل أعتقد أن وزير التجارة صادق فيما يقول، لأن الطرف الذي أعلن عن المصنع الكبير الضخم في المغرب نتاع بيجو هو رئيس الشركة، رئيس شركة بيجو هو اللي أعلن عن المشروع هناك. وتعرف يا ليلى في الدول الرأسمالية هذه الشركات تقودها مصالحها، حساباتها المصلحيه، وبطبيعه ممكن بيجو لقات مصلحتها في المغرب فتوجهت. وما اعتقدش ان الرئيس الفرنسي يمكن ان يؤثر في قرارات الشركه. الشركه عندها حساباتها، والشركه اعتقد اي شركه كبرى في فرنسا يعني هي اكبر من رئيس الجمهوريه السابق ولا الحالي، يعني اكبر. لكن المشكل وراها سي العربي انه عندما تم انشاء مصنع رونو في المغرب وبعدها في الجزائر، في هناك عدة نقاشات فتحت في هذا الموضوع. الرونو لما أنشئت في المغرب كانت معها عقود توريد لإفريقيا وللعرب. الجزائر مختصة إلا في الاستهلاك المحلي. هل نفس الغلطة الاقتصادية التي سترتكب مرة أخرى بالنسبة لمصنع بيجو؟ شوفي ليلى، رونو بيجو شركات عالمية كبرى، مش بسيطة ولا حاجة. ولا أعتقد أن الكبر نتاعها يحتمل أن مصانعها في شمال إفريقيا في كل منطقة يكون عندها مصنع واحد ماشي مصنعين. المعروف ان بيجو اذا كانت في افريقيا دارت مصنعين او ثلاث مصانع تكون في شمال افريقيا وفي وسط افريقيا، معناها في نيجيريا وفي جنوب افريقيا. وما اعتقدش المشكل أن المغرب يعني ضربت ضربة اقتصادية كبيرة، ضربتها اقتصاديا كما نقول فيما يتعلق برونو، لأنها تقوم بتوريد هذه السيارات لافريقيا المغربيه في الاطار الصناعه والاستثمار ناجعه جدا. خلينا ندير لك مقارنه بسيطه بين رونو في وتليلات في وهران وبين رونو في اعتقد في طنجه. نعم. في طنجه. المصنع رونو في المغرب اكثر من المصنع الجزائري، اكبر منه ب5 مرات، ويصنع 5 انواع تاع سيارات. اكبر لانه موجه للتصدير للسوق الاوروبيه. نعم. بينما المصنع في الجزائر الصغير هذا موجه للانتاج المحلي الجزائري ونوع واحد من السيارات. واذا السيارات هذه لم تباع في السوق الجزائري تشتريها الشركات العموميه بالمال العام. بيجو يعني المشكل الاكبر انه اذا كان بيجو ستكون تسير في نفس الخطى. لا ستسير في نفس الخطى، المحلي فقط. لكن فكره اخرى ايضا انه بعد فرض دفتر الشروط الجديد على الشركات الأجنبية، ربما إنشاء مصنع بيجو في الجزائر قد يتيح فرصة للجزائريين أن يستهلكوا بين قوسين يستهلكوا جزائري من خلال إنشاء هذا المصنع. والله هذا الشركات هذه ما عندها جنسية لا فرنسية ولا جزائرية، شركات عالمية دينها وجنسيتها ورأس المال هو مداخلها المالية. فما اعتقدش تفكر بالمنطق هذا واش من الجنسية. هي ما دام اختارت المغرب على اساس اعتقد انه ينتج رقم ذهبي، اعتقد ينتج 90,000 وحده سنويا هذا تاع بيجو، 90,000 وحده ولا 80,000 وحده. ونسبه الانتاج المحلي على مستوى المغرب يتراوح، يبدا في 40% وينتهي في 80%. معناها المصنع الدار في انا نتمنى من المسؤولين تاعنا اذا كان حبت تدير فرنسا مصنع من هذا النوع، فاعتقد المفروض من المسؤولين تاعنا يرفضوه، لانه ما عندناش فايده. علاه ما يقدروش يجيبوا الان فولكسفاجن او شركه اخرى عالميه؟ لا توجد هناك جدوى اقتصاديه من هذا